السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. واسفة جدا طبعا على انقطاعي من اني اعمل فيديوهات وكده، يعني كان عندي ظرف قاسي شوية، فلغاية ما قدرت الصراحة ان انا اصور وارجع تاني. يعني ايه، في فيديو تاني ان شاء الله هشرح لكم بالظبط ايه اللي حصل لي واللي عدى عليا واللي انا عانيته. النهارده هنعمل مع بعض يا حبايب قلبي الفرخه المحشيه، الفرخه الحمراء اللي بتاخد سوا. زي ما انتم شايفين كده معانا فرخه. معاكم طبعا ام هشام وصفات سوبر ماما. انتوا حبايبي اللي متابعيني فعارفين عني كل حاجه. طبعا ان شاء الله النهارده هنعمل فرخه. دي فرخه حمراء من اللي هي بتاخد سوا، تمام، اللي هي البياضه، تمام. غسلناها كويس طبعا واتنضفت واتوركت واتظبطت كده على الحشو على طول. وبعدين جبنا دلوقتي ايه، كوبايه رز وبصلايه، وعملناها البصلايه دي بالفلفل الاسمر بقى والتوابل والملح بتاعها وكده وظبطناها. وشويه زي ما كانت ماما دايما تقول لي شويه نعناع ناشف وطماطمايه مبشوره. وايه تاني يا ام هشام؟ وايه تاني؟ يعني حاجات بسيطة جدا وبتبقى سبحان الله بتاخد حلاوة الفرخة كلها في الرز ده، تمام. هنحشي الفرخة مع بعض وايه. وطبعا التوابل هنحط من كل حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الملح، هنحط ملح، تمام. حطينا الملح، وادي الفلفل الاسمر، فلفل الاسمر. نظبط بقى ملحها، شوية كمون. في ناس ما بتحطش على الفراخ كمون، انا عاملة خلطة كده كمون على شطة على كده، لازم احطها ايه على كل خلطة انا بعملها. وضرب عملنا دول كلهم على بعض وايه هنحشيها. طبعا ايه هنحط شوية ايه، طبعا لازم دهون بسيطة جدا، ممكن ما احطش كمان علشان ايه الفرخة الدهون بتاعتها جواها، وده هيبقى جوه الفرخة هتبقى تمام. هنحشيها من جوه كده بقى. ظبطتها انا على الحشو على طول زي ما انتم شايفين كده، وركتها بقى وخليتها 10/10. بسم الله الرحمن الرحيم. فايه هنحشيها زي ما احنا شايفين كده، هنحشيها كده. خلص طبعا عشان ما اضيعش وقتكم، احشيها تمام كده وارجع لكم تاني حبايبي ونشوف هنعمل ايه. ودلوقتي يا حبايبي حشينا طبعا الفرخه زي ما اتفقنا، شايفين لغايه الرقبه كمان حشيناها. وزي ما انتم شايفين كده قفلناها ازاي من هنا، وهنحط القنصه والكبده ونقفل بالحته المفتوحه دي، تمام. بنحط طبعا ميه على النار اهي، علشان ايه؟ عشان نحطها عليها. الميه تغلي نحطها على طول. ايوه حبايبي، بعد كده بقى الميه غليت اهي زي ما احنا شفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه بتغلي طبعا بنحط ايه قبل ما نحط الفراخ؟ بصلايه وطماطميتين كده صغننين، ورق لورا يا اسمه ايه ده اهو، فلفل اسود وحبهان وورق لورا مطحون عندي حطيته طبعا. طبعا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ثانية واحدة. طبعا بنقلبها كويس كده وبعدين نحط الفرخة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني. ايوه حبايبي، زي ما شفنا كده حطيناها في المية المغلية واللي فيها البوكيه جرنيه، اللي هو طبعا مجموعة الحاجات اللي بتحطها معاها. لو في جزر حطي، لو في كرفس حطي. انا حاطه بصله صغيره طبعا عشان البصل غالي، تمام. وهنسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها كده. كل نص ساعه كده نبص عليها، تمام. ودلوقتي يا حبايبي استوت اهي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. ما خدتش سوا. عشان تخليها تستوي بسرعه بقى، ان كان هي او اي مثلا عندك ذكر بط يعني سنه كبير شويه، او الفراخ البيضه البياضه دي،
تروح ايه ولعي عليها مثلا من قبليها، تحشيها وتحطيها في، يديها غلوه قبل ما تنام، وبعدين شويه كده وتروحي طافيه عليها الصبح، رحت مديها غلوه بسيطه كده، ورحت رايحه السوق طفيت عليها ورحت السوق، وجيت من السوق يا دوب اديتها حاجه بسيطه خالص، لقيتها استوت وبقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده. بقى لسه انا يا دوب طلعتها من الشوربه، شوفوا جميله ازاي، بسم الله ما شاء الله، عشان انا حاطه عليها نعناع، فعامل ازاي زي ما انتم شايفين كده ايه، عسل عسل عسل. وقلت ايه اللي يمشي معاها؟ لا هعمل بقى صينيه رقاق، وزي ما انتم شايفين كده بعمل صينيه الرقاق اهي، والشوربه اهي، الشوربه بتاعتها سمينه وجميله ازاي. هعمل صينيه الرقاق. عندنا الرقاق جميل جدا عندنا في الشرقيه هنا، زي ما انتم شايفين كده، شايفين الرقاق عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. الرقاق حلو قوي، كانت ماما الله يرحمها بتعمله، اختي كريمه اللي بتعمله لي دلوقتي، ربنا ما يحرمني منهم يا رب، ربنا يخلي اخواتي ويحفظهم ان شاء الله يا رب. فهنكمل مع بعض بقى صينيه الرقاق ونرجع ونشوف هنعمل ايه تاني. طبعا كلكم شاطرين وبتعرفوا تعملوا صينيه الرقاق وكده، انا بديكوا افكار طبعا، ولو في معلومه في وسط الكلام كده هتاخدوها عادي خالص. معاكم ام هشام، وصفات سوبر ماما. زي ما قلت لكم عندنا الرقاق جميل ازاي ونضيف وحلو وزي الفل، شايفين الرقاقه عامله ازاي. فطبعا انا بعمل 4 تحت، وبعدين احط اللحمه المفرومه، وكل واحده طبعا بسقسق لها الشوربه كده، بس انا طبعا عشان بصور فبمسك دي كده واعمل الشوربه عليها، وبعدين هنا مره، وبعدين الناحيه التانية، وبعدين ارصها تمام. هعمل كده واخلص الصينيه واجيلكوا. وزي ما شفنا يا امارات كده، زي ما احنا قلنا، طبعا بنسقسق للرقاق، الشوربه بتبقى وش وظهري كده، وبعدين بنحطها في الصينيه كده زي ما انتم شايفين، وبعدين بنجيب الزيت، او بص انا بحبها بالزيت عشان تبقى خفيفه، واعمل كده الفرشه في الزيت كده بسيط بسيط خالص، واروح واجي كده عليها، بحيث ايه تبقى ايه يعني ايه مش تقيله برضو ولا كده. المفروض سمنه بقى وسمنه بلدي على، بس انا بعملها كده علشان انا عندي ايه يعني بحب الحاجه ايه يعني هيلثي شويه يعني صحيه، يعني لو يعني كلت فيها زياده ما تبقاش يعني ما تودينيش في حته تانية يعني. تمام، هنكمل الصينيه ونرجع لكم تاني ونوريكم يا حبايب قلبي. ايوه يا حبايبي، خلاص طلعنا الحاجات من الفرن، زي ما انتم شايفين الاوزي بتاعنا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. الفراخ الحمرا دي بتبقى بلدي بلدي، طعمها بيبقى جميل جدا. طبعا انتوا عارفين انا حاطه على الرخام عشان كل الحاجات دي سخنه لسه، فايه بسم الله ما شاء الله. وده سخن كمان اهو، بس لازم اوريكم. زي ما قلت لكم حطيت الكبده والقناصه بتاعتها هنا، بسم الله ما شاء الله جميله ازاي. طبعا ايه صحيه طبعا، علشان ده زي المشويه مش محمره، لا انا عملتها في الفرن مع صينيه الرقاق. زي ما انتم شايفين صينيه الرقاق عامله ازاي، زي ما يكون فطير. والله شكلها احلى من التصوير في الحقيقه، يعني مديه ايه على وردي كده، بس هي فاتحه شويه في التصوير ليه مش عارف. تمام، هقطعها بقى وتفضلوا معانا. ربنا يرزقنا بقى بحد يعدي علينا نقول له اتفضل ولا حاجه. انتوا عارفين احنا يعني اللي حماته بتحبه بقى بيعدي في الوقت المناسب ده. تمام، يلا حبايبي، كل مرة وانتوا طيبين، ان شاء الله نعمل اكلة جديدة، حتى لو ما بتستفيدوش مني يعني انتوا عارفين كل حاجة، فبتستفيدوا بافكار جديدة، بافكركم باكلة خفيفة وصغيرة. تمام، هنقطعها بقى وناكل مع بعض.